عام 2019 زادت الأزمة السورية باحتلال التركي لمناطقنا شمال شرق سوريا. هذا العدوان ما وقف، يعني منذ 2019 لهذا اليوم انه العدوان التركي مستمر على اراضينا في شمال وشرق سوريا. هجمات احيانا متفرقه، احيانا تتزايد هاي الهجمات. شفنا بالاوان الاخيره انه الاحتلال التركي يعني قصف، عم يقصف المدنيين، قصف البنيه التحتيه بشكل عام، المراكز الخدميه. يحاول انه الاحتلال التركي قدر الامكان يحاول انه يشل الحياه منطقه شمال وشرق سوريا بشكل عام. يحاول انه قدر الامكان انه هاي المنطقه تظل دائما ازمه، فقر، تشتت، انه السكان ما يخليهم انه يقوموا باعمالهم بشكل جيد. مثل ما نقول نعرف انه زاد حاليا بهاي الايام انه ايام مواسم في عمال عم تطلع على اراضي تشتغل. هين يحاول انه دائما يختار الفرص انه يكون مثلا بيها نشاط، بيها عمل ضمن الاراضي الزراعيه او بالمراكز الخدميه او غيرها. يحاول انه دائما الاحتلال التركي يزعزع الامن والاستقرار بالمنطقه، دائما مشان المنطقه تكون، حاول زاد مثل ما نقول تشجيع الهجره بهاي الخصوص. دائما انه الشعب يشوف حاله انه متشتت، انه ما اقدر ازرع، ما اقدر اشتغل، راح يكون بقصف على الاراضي الزراعيه. شفنا زاد انه بموسم القطن يعني حتى العمال الزراعيين ما سلموا من قارات الاحتلال التركي. يعني قارات الاحتلال التركي ما نقدر انه مثلا هو عم يقول انه مثلا يوجهها مثلا للقوات العسكريه، لا، احنا شفنا الاحتلال التركي ما عم تتوجه للقوات العسكريه فقط، انه عم تتوجه للاهالي، عم تتوجه للمدنيين، للعمال. يعني هاي يمكن يعني اكثر شيء انه هاي تعتبر جريمه بحق الانسانيه. ليش بحق الانسانيه؟ لانه هذا الانسان عم يكسب عمله، بده يطلع اجباري، بده يشتغل مشان يجيب وقوته اليومي. اما هذا الاحتلال عم يمنعه انه ممارسه حياته اليوميه. هذا يعتبر اكبر خطر على الانسانيه بشكل عام. ونشوف انه دائما زاد الاحتلال التركي يحاول دائما هو دعم، شفنا انه هو دعم لداعش من بداية تشكل الثورة هذا اليوم. هو عم يدعم داعش مشان هاي داعش انه تظل ضمن هاي مناطقنا، نظل منطقتنا غير مستقرة، مشان كذلك مشان زيادة الهجرة مناطقنا وسهولة السيطرة على أراضينا. هاي وشفنا انه داعش عم تحاول انه تجدد نفسها، خصوصا ما شفناه بالفتره الاخيره بالباديه السوريه، انه تم قتل عدد من عناصر الحكومه السوريه. انه داعش عم تتحول من جديد، عم اشبال الخلافه بمخيم الهول عم يتجددوا. وهذا كله ليش؟ بسبب صمت دولي، بسبب الصمت الدولي، الاهمال مثل ما نقول اهمال حقوق الانسان والاهمال الدولي هاي لداعش بشكل عام. انه داعش انه مو خطر فقط على شمال وشرق سوريا، احنا عم نشوف انه داعش عم تتطور وعم تصير خطر على الانسانيه بشكل عام. الازمه السوريه ليش انه عم طولت الازمه السوريه؟ فعلا انه هي الازمه السوريه طولت انه في ايادي خفيه وراء هاي الازمه. انه الازمه السوريه انه في ناس عم تدعم هاي الازمه، في قوه، في دول مستفيده من هذه الازمه. مشان هيك الازمه السوريه عم مثل ما نقول لساتها عم تتجدد، كل ما انه شوي عم توقف الازمه عم ترجع من جديد. لانه في دول مستفيده من هاي الازمه اللي تصير بالسوريه. والشيء انه الاحتلال التركي هو المستفيد الاول من الازمه في سوريا. يحاول قدر الامكان انه زعزعه الامن والاستقرار. ليش؟ مشان ما يكون انه في هناك حلول سياسيه، حلول انه مشان لم الشمل السوريين. يعني سوريا من 2011 لهذا اليوم انه سوريا في كثير من شباب سوريا راحوا ضحايا هاي الحرب. يعني استشهدوا كثير من شباب السوريين ومن اهالي سوريا. كثير من الان في بلاد المهجر، في اراضي الغربه، في كثير منهم ضمن مخيمات النزوح. يعني الشعب السوري تشتت بهاي الازمه كثيرا، ولم يصل حتى الان الى حل سياسي يعيد الامن والاستقرار في سوريا.
يعني خريطة سوريا على مداها انه كل الشعب السوري عم يعاني اقتصاديا، عم يعاني صحيا، عم يعاني اجتماعيا، في كثير من المعاناة، وهناك دول مستفيدة من هذه الأزمة. خاصة بالأوان الأخيرة انه شفنا انه في تلاحم بين المكونات، تلاحم بين الأخوة السوريين من كافة الطوائف، من كافة الأديان. لكن المسبب الأول لانفصال الشعب السوري وانفصال أو عدم حل الأزمة السورية هو الاحتلال التركي، اللي حاول يعني يزرع الثغرات من أجل عدم الوصول إلى حل سياسي يرضي الأزمة السورية بشكل عام. والحل السياسي هو الطريق الوحيد من أجل خلاص السوريين والخلاص من هذه الأزمة التي تشمل سوريا بالكامل، ليس فقط في شمال وشرق سوريا، إنما سوريا بأجزائها كامل. على ما تدعي أنه حكومة دمشق بأن مشروع الإدارة الذاتية هو مشروع انفصالي يحاول أنه تجزئة سوريا، لكن على العكس أنه شفنا أنه مشروع الإدارة الذاتية هو مشروع تآخي ومودة بين الشعوب. شفنا أنه بتلاحم من جميع المكونات، لكن العدو الأول والذي يحاول الانفصال بين سوريا وتجزيء سوريا هو الاحتلال التركي، الذي يحاول دائما تجزئة سوريا، قطع الأراضي السورية واحتلالها، وهو المسبب الأساسي في عدم وصول إلى حل سياسي في الأزمة السورية، لأن الاحتلال التركي هدفه الأول هو تشتيت سوريا والحصول على المزيد من الأراضي السورية واحتلال المزيد من الأراضي السورية، بعيدا عن كل الأطراف والأحزاب التي تحاول تقسيم سوريا، بعيدا عن كل الدول الطامعة التي تحاول تقسيم سوريا، أن يكون هناك في حل سياسي إن كان بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية أو أيا كان، من أجل الوصول إلى حل واحد يرضي الشعب السوري بكافة طوائفه، حل يعيد سوريا متحابة متآخية بعيد عن الانقسامات الانفصالية والطائفية، ترجع المحبة بين الشعب السوري بعيدا عن الأزمات، بعيدا عن أطماع الدول والقوى التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا، ويكون هناك حل سياسي من أجل إعادة سوريا بكافة طوائفها.